السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده الحواوشي البلدي الاصيل اللي بيسد معانا في كل وقت وفي كل لحظه. في العزومات بيمشي، ولادك بيعشقوه في كل وقت، في غدا في عشاء بيبقى معانا حاجه كده تحفه. النهارده هنعمل نص كيلو من اللحمة المفرومة من عند الجزار، وبتخليه يفرم لك معاها حتة ليا أو دهنة. وهننزل عليه بنص كيلو بصل مفروم فرم خشن شوية كده بالطريقة ديت. وهننزل كمان بطماطميتين مبشورين بدون القشر بتاعهم، وقرنين فلفل مفرومين بردك فرم خشن. والبهارات بتاعتنا مش كتيرة، هو الفلفل الأسود معلقة، وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا، ومعلقه كبيره جدا اللي هي معلقه الاكل يعني من بهارات الحواوشي. والملح بتاعك ظبطيه معلقه على نص كيلو. الحاجات اللي احنا حطيناها دي بتكتر معايا كميه اللحمه وبتفرد معايا كتير. ما شاء الله. انا بعد كده كورت اللحمه وعملتها كور كده بالشكل ده، وابتدي اجيب العيش البلدي افرد فيه كور اللحمه. ده عيش صغير على فكره، من اللي هو العيش اللي بيتباع في المحلات، العيش الحر ده. مش العيش الاسمر، العيش اللي هو فاتح شويه بس برد عادي. النص كيلو ده طلع معايا ما شاء الله 9 أرغفة. واتبقى معايا كمان كورتين كده عملت بيهم حواوشي اسكندراني، هبقى انزل لكم الفيديو بتاعه لوحده. بس الفيديو ده انا منزله فيه الحواوشي البلدي بس. وبعد كده عملت اخدت العيش ده سويته، واخدت منه جزء سويته في الفرن عادي. خدت صاج ودهنته بالسمنه، ودهنت العيش من فوق ومن تحت كده، ومره على الوش ده ومره على الوش ده لحد ما استوى معايا. واخدت جزء تاني سويته في الطاسه. وعلى فكره حواوشي الطاسه بيبقى تحفه جدا، وبيبقى اطرى شويه من الحواوشي بتاع الفرن. لانه ما بينشفش، الحروف بتاعته ما بتنشفش. صراحة الاتنين أجمل من بعض. في الطاسة هنحط معلقة سمنة، وهنحط الحواوشي كده مرة على الوش ده مثلا 5 دقايق، وعلى الوش التاني 5 دقايق، وممكن أقل من كده عادي 4 دقايق بتمشي. بجد تحفة بجد. لو عجبكم ما تنسونيش وما تبخلوش عليا بلايك وشير وسبسكرايب عشان ينزل لكم كل جديد. وقولوا لي رأيكم في التعليقات، بجد عجبكم ولا لا؟ استودعكم الله. تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.